عبد الرؤوف المشرف العام على الكوره بفرقه كفر الشيخ. يعني مش عارف اقول لك ايه، الفرقه عناصر ممتازه، عناصر كويسه، ولكن الاداء مختلف داخل الملعب، وهزيمه برضو يعني مش هقول غير متوقعه، هزيمه مش في وقتها لفرقه كفر الشيخ. هو الاول بنبارك لفرقه سمنود وبنقول هارد لك فرقتنا. والماتش الاول في الشوط الاولاني انت متابع ماشيين كويس جدا وجبنا جون، وبعد كده في لعيبه عندنا خبرتها قليله جدا بيفرحوا في الجون، ولكن وانت بتفرح لازم تبقى واخد بالك. سايب الماتش. ولاعيبه سمنود عندهم خبره عاليه طبعا، يقدروا يجيبوا الجون في نفس الدقيقه اللي دخل فيها الجون فيهم. بس وطبعا الجون يعني في سوء توفيق في بعض اللعيبه، والحمد لله على كل حال، وان شاء الله نعوض في اللي جاي باذن الله. كابتن محمد، يعني عايز اقول كلمه برضو، كلمه رياضيه وكرويه بحته، اللعيبه مش واقفه على رجليها ليه؟ لا بالعكس، اللعيبه واقفه لغايه اخر دقيقه مكمله وماشيه كويس جدا. بالعكس ده احنا فرقتنا الحمد لله البدني. فنيا يا كابتن؟ لا فنيا النهارده في يعني دي اوف زي ما بيقولوا، يعني اللعيبه كلها في ناس مش مستواها خالص النهارده، وفي يعني حاجه غريبه قاعدين بره على الدكه مستغربين، يعني في 6 7 لعيبه مش مستواهم خالص. لو نص مستواهم ما يبقاش كده شوط تاني الوضع يعني. يعني شفت فرقه كفر الشيخ عامله ماتش ممتاز جدا، على الرغم ان هي خسرت من الموصل، كان ماتش قوي جدا جدا كاداء. التعادل 2-2 1-1 كاداء كان ممتاز جدا. ماتشها مع زفته في زفته كان ماتش برضه شرس جدا. النهارده الفرقه مش في حالتها الطبيعيه. والله الكوره كده وارد فيها، يعني انت تبقى في مستواك فوق وممكن تبقى مستوى تحت شويه اقل، يعني دي طبعا راجع للعيب نفسه. اللاعب نفسه يعني ما كانش عنده حافز ان هو يأدي كل المباريات بمستوى واحد، فدي المدير الفني ما قدرش يعمل فيها حاجه. ولكن احنا ان شاء الله يعني اتكلمنا مع كابتن ايهاب، واحنا طبعا احنا السنه دي احنا بنقول الراجل يعني احنا السنه دي ما بنبصلهاش، احنا بنشوف السنه دي احنا ممكن نعمله السنه الجايه، وان شاء الله السنه الجايه هتشوف فرقه كفر الشيخ حاجه جديده خالص باذن الله ان شاء الله. تأهيل فرقه وتكوين فرقه للموسم القادم ان شاء الله. يعني المخطط اللي كان بادئ بيه الجهاز الفني او مجلس الاداره في كفر الشيخ اختلف ان احنا نكون فرقه للسنه الجايه. لا يحسن، بص يعني لازم نبقى واقعيين. في ناس بقى لها 3 4 سنين زي طنطا مثلا في جهاز فني مستقر بقى 3 سنين، فيعني لازم تبقى واقعي. يعني انت كابتن ايهاب جه بعد 3 ماتشات من الدور الاول، فانت لازم برضه الراجل ما اختارش لعيبه ولا لعيبه ما جابهاش، ولا لما يبقى ماسك جهاز لازم يشوف مين اللي يجيبه ومين اللي هينفع معاه يأدي التكتيك اللي بيعمله. فدي راجعه للجهاز الفني، فاحنا السنه دي احنا مديله كل الصلاحيات ان هو يعمل اللي هو عايزه، والسنه الجايه ان شاء الله هتشوف فرقه كويسه قوي باذن الله ان شاء الله. كابتن محمد، كمشرف عام ايه اللي مخطط في المرحله القادمه لفريق كفر الشيخ؟ نصعد السنه الجايه ان شاء الله. ده احنا ده يعني قرار مجلس اداره، وان شاء الله يعني الوضع هيتغير الناحيه الماليه والناحيه طبعا ملعبنا هيبقى موجود. انا سايب نلعب بره ملعبنا، ما عندناش ملعب نلعب بره زينا زي اي فرقه جايه تلعب، فلما يبقى ملعبنا موجود طبعا ده هتفرق معانا كتير. وبرده من الناحيه الماليه هنعمل عقود كويسه وهنصرف كويس على الفرقه، وان شاء الله ربنا يقدرنا ونصعد ان شاء الله. نشكرك يا كابتن، وتوفيق ان شاء الله. شكرا جزيلا.